صديقي البروف، اهلا بيك. في فيديو واحد هتتعلم ازاي تختار مكونات اللابتوب باحترافية وتتعرف على وظيفة واهمية كل مكون فيهم بالتفصيل بدون ما تحتاج لاي فيديو تاني. وعلشان ما تضيعش وقتك خلينا ندخل في الموضوع على طول. اولا خلينا نتفق، انت عايز لابتوب ولا ديسكتوب؟ خليني اقول لك على الفرق ما بينهم باختصار. اللابتوب له ميزة التنقل، يعني تقدر تاخده معاك لاي مكان بسهولة، على عكس الديسكتوب اللي حجمه كبير ومتوصل بشاشة خارجية وبالتالي صعب النقل على اللابتوب. سعر اللابتوب اللي بمواصفات اكس اغلى من الديسكتوب اللي بنفس المواصفات، بس اعمل حسابك ان الديسكتوب لسه هتشتري له ماوس وكيبورد وسماعات وكمان شاشة. في النهاية اللابتوب والديسكتوب ممكن تلاقيهم قريبين من بعض في السعر. ثانيا، ايه هدفك من استخدام اللابتوب؟ هل هو الالعاب التقيله اللي بتحتاج جهاز قوي زي ريد ديد وكول اوف ديوتي وبابجي، ولا الجرافيكس والريندر زي شغل المونتاج والموشن جرافيكس على برامج زي ادوبي بريمير برو، ادوبي افتر افكتس، وطبعا البرامج الهندسيه والتصميم ثلاثي الابعاد، ولا عايزه للشغل المكتبي الخفيف زي برامج الوورد والاكسل وكتابه وطباعه الملفات والمذاكره ومشاهده اليوتيوب وكمان الافلام؟ حط في بالك الثلاث استخدامات دول علشان هنحتاجهم بعدين، علشان استخدامك هو اللي هيحدد الامكانيات اللي انت محتاجها في اللابتوب، وكل ما زادت الامكانيات كل ما زادت التكلفه. ونقطه مهمه جدا خلينا نتفق عليها، ما تشتريش اللابتوب اعتمادا على ماركته. يعني مثلا ما تقولش اللابتوب لينوفو افضل من اتش بي وديل افضل من سامسونج، مفيش حد فيهم افضل من التاني. المكونات هي الفيصل الاساسي بين اللابتوب والتاني، لانه الشركات دي مجرد اللي تعمله انها بتجمع المكونات من شركات تانية زي شركات تصنيع اللابتوب وكروت الشاشه وغيرها. علشان كده همشي معاك في مكونات اللابتوب بالتفصيل، وبالتالي توصل لافضل لابتوب يناسب ميزانيتك. وغالبا انت جاي تدور على لابتوب للبرمجه، فلو انت شخص مبرمج او مهندس برمجه من منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبتحلم انك تشتغل في شركات عالميه زي جوجل وميتا وامازون وابل، وشايف ان الموضوع صعب او مستحيل، فركز معايا في الكلمتين دول. منصه مناره بتقدم برامج تدريبيه مجانيه مصممه خصيصا لمهندسين البرمجه، وهي احسن مكان يساعدك توصل لحلمك بدون ولا مليم. سجل مع مناره من اللينك اللي تحت الفيديو ده، ومناره هتجهزك علشان تعدي اصعب الانترفيوهات في اكبر الشركات التقنيه في العالم. وسواء بقى كنت لسه طالب في اخر سنه في الكليه او حتى عندك خبره لحد 10 سنين، فمناره عندها برنامج تدريب مناسب ليك. AWS Front End Back End Databases وغيرها من برامج تأهيلية تانية كتير، وكمان بتدربك على مهارات التكنيكال والسوفت سكيلز، وبالتالي بتزود فرصتك في انك تتقبل في وظائف في شركات عالمية. ومن الحاجات اللي بتميز منارة انه البرامج دي مصممة على ايد مهندسين من وادي السيليكون في امريكا، وبتوفر ليك مقابلات تجريبية مع مهندسين، يعني تجربة حقيقية بتخليك جاهز لأي انترفيو. وكمان هتاخد قسيمة مجانية بقيمة $100 لو انت هتدخل اختبار من اختبارات الحوسبة السحابية AWS. سجل في منارة دلوقتي من اللينك اللي هتلاقيه في وصف الفيديو، وابدأ رحلة تطوير نفسك من النهاردة. مستنيين نشوفكم في افضل الشركات العالمية. بعد خلاص ما قررت انت عايز اللابتوب في ايه، تعال نرجع لمكونات اللابتوب. وده هيودينا لثالث نقطة، المكونات الأساسية لأي لابتوب: المعالج أو البروسيسور أو السي بي يو، كارت الشاشة أو الجي بي يو، الرامات أو الدي رام، وحدة تخزين سواء HDD أو SSD، وشاشة اللابتوب. المعالج وكارت الشاشة هي أغلى قطع في اللابتوب، وكمان بيحددوا الأداء العام وقوة الإمكانيات. علشان كده هنبدأ بيهم، وركز معايا فيهم كويس جدا علشان دول أهم حاجة في اللابتوب. والبداية مع المعالج، وبالفعل موجود فيديو على القناة بشرح فيه بالتفصيل وظيفة المعالج وتأثيره على اداء اللابتوب، فتقدر انك تشوفه من اللينك اللي في وصف الفيديو. وبرضه هشرح لك المعالج باختصار. المعالج هو العقل او العمود الفقري لاي جهاز كمبيوتر. اصلا فكره جهاز الكمبيوتر قامت على المعالج، احيانا بيسموه السي بي يو او وحده المعالجه المركزيه، ولازم تستثمر في المعالج على قد ما تقدر علشان تطلع بافضل اداء ممكن من اللابتوب. معالجات الكمبيوتر بتصنعها شركتين، شركه انتل وشركه AMD. الشركتين منشأهم امريكا، مفيش صيني ما تقلقش، لكن معالجات شركه AMD غالبا سعرها اقل من انت. وللاسف كتير من المستخدمين بيشتكوا من عدم استقرار معالجات AMD اللي بتسخن كتير مع الشغل التقيل، وبالتالي في استخدام الريندر يفضل انك تستخدم معالجات من شركه انتل، مش بس علشان الاسباب اللي فاتت، لكن بسبب التوافق الكبير ما بين برامج المونتاج والجرافيكس وما بين معالجات انتل. واكيد سمعت عن كور اي 7 اللي افضل من كور اي 5 اللي افضل من كور اي 3، وللاسف الكلام ده مش دايما. شوف هنا هتلاقي انه معالج انتل من كور اي 7 اعلى في الاداء من معالج انتل كور اي 9، ومعالج اخر من كور اي 7 اعلى في الاداء من معالج انتل كور اي 7.
وبالتالي يشيل من دماغك فكره انه اداء المعالج بيتحدد من i7 واي 9 واي 5، لكنه بيتحدد من الارقام اللي بتيجي بعده. انتل كور اي 7 12800 اتش اكس، معناها انه من صنع شركه انتل، وسلسله المعالجات كور منها كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9. وشركه اي ام دي عندها رايزن 3، رايزن 5، رايزن 7، رايزن 9. اول رقم بعد العلامه بيحدد جيل المعالج من اول الجيل الاول الى الجيل ال 14 الاحدث حتى الان من شركه انتل. حطها في بالك دايما، جيل اعلى يعني التكنولوجيا اعلى يعني اداء افضل. بس هل الكلام ده دايما؟ لا مش دايما، ركز معايا. بعد رقم الجيل موجود 3 ارقام خاصين بالتمييز بين موديلات المعالجات، ودول مالكش دعوه بيهم خالص. وستندهش انه اهم حاجه في المعالجات هي الحروف الأخيرة، وركز معايا فيهم كويس جدا. هتشوف في المعالجات حروف زي H، J1، J7، Y، U. بروسيسور U معناه إنه بيستهلك طاقة قليلة أو low power consumption. بروسيسور Y بيستهلك طاقة قليلة جدا وبيسموه موفر للطاقة، وبيستهلك طاقة أقل حتى من اليو. وهنا نقطة مهمة جدا لابد إنك تاخد بالك منها، مقدار الطاقة اللي بيسحبها المعالج بتأثر على أدائه. يعني لو المعالج موفر للطاقة وبيسحب طاقة ضعيفة فتوقع منه أداء ضعيف، والعكس صحيح. يعني لو بيسحب طاقة عالية هيديك أداء عالي. J1 حتى J7 معناها إنه معالج بيحتوي على كارت شاشة داخلي أو مدمج، وبيسموه Integrated Graphics Card. والمعالجات من النوع جي مفيش معاها كارت شاشة خارجي في اللابتوب، هشرح لك كمان شوية عن إيه كارت شاشة ما تقلقش. لكن خد بالك إن المعالجات جي أدائها متوسط، وبيزيد أدائها كل ما بيزيد الرقم اللي بعد الجي من 1 ل 7. وباختصار بدون حوار، كل المعالجات دي يو واي وجي معالجات أداء ضعيف ومتوسط. وبالتالي أنت لو بتلعب ألعاب تقيلة على اللابتوب أو بتعمل مشاريع 3D وجرافيكس ريندر، فالمعالجات دي مش هتنفعك، وهتحتاج معالجات الاداء العالي اتش او هاي بيرفورمانس. ومن هنا نقدر نقسم المعالجات حسب تصنيف الاستخدام. للالعاب والريندر هتحتاج معالج من النوع اتش، اما للشغل المكتبي والاستخدام العادي والمتوسط ممكن تكتفي بيو وواي وجي. طبعا المعالج اتش غالي جدا في السعر عن المعالجات التانية الاقل منه في الاداء. وقبل ما نختم قصة المعالج وندخل على كارت الشاشة، خليني اقولك على طريقة بسيطة تميز بيها ما بين المعالجات. ادخل على جوجل واكتب لابتوب بروسيسورز بنش مارك، وادخل على اي موقع وليكن مثلا laptopmedia.com، هتلاقي المعالجات كلها مترتبه تنازليا من الاعلى للاداء للاقل في الاداء. وشوف اداء المعالج اللي انت هتشتريه بين المعالجات. فمثلا المعالج AMD Ryzen 9 7845 HX مسجل 25709 نقطه اداء، والمعالج Intel Core i9 13900 HX مسجل 27225 نقطه اداء. وخد بالك، مع ان معالج انتل بيحقق 6% اداء اعلى من اللي تحته، الا انه كمان ارخص بحوالي 16%. وده معناه انك ممكن تجيب معالج باداء اعلى وفي نفس الوقت ارخص من معالج تاني. فقبل ما تشتري ادخل وابحث كويس جدا علشان طبعا توفر فلوس. وحط في بالك معلومه مهمه جدا، معالج اللابتوب ما بيتغيرش. يعني لو اشتريت لابتوب واداء المعالج مش عاجبك، مش هينفع انك تغير المعالج، ومفيش قدامك غير انك تشتري اللابتوب جديد بمعالج اعلى. طيب انا مثلا قررت اشتري لابتوب بمعالج كور اي 7 12700 اتش، طلع لي لابين، بس لقيت اختلاف ما بينهم في السعر وكمان كارت الشاشه. فما هو كارت الشاشه او الجرافيكال بروسيسنج يونت؟ اختصارها جي بي يو، ولو ركزت شويه هتلاقي ان ترجمتها الحرفيه وحده المعالجه الرسوميه. الرسوميه يعني هي المسؤوله عن كل شيء تم تصميمه رسوميا، زي الالعاب والشخصيات 3D والديزاين والجرافيكس. وما تفكرش انه علشان اسمه كارت الشاشه يبقى موجود في الشاشه، لا يا صديقي، لكنه بيبقى موجود في الكيسه للكمبيوتر الديسكتوب، وموجود قريب من المعالج في بوردة اللابتوب. في الالعاب كارت الشاشه مهم جدا لدرجه انه احيانا اهم من المعالج نفسه، وسعره غالي جدا. علشان كده بتلاقي اللابتوبات الجيمنج غاليه جدا في السعر، لانها بتحتوي على كارت شاشه قوي. وفي حاله استخدام الريندر والجرافيكس كان قبل كده مهم جدا المعالج، لكن اصبح كارت الشاشه مهم جدا هو كمان. ده لانه في بدايه برامج الجرافيكس و 3 دي كانت بتعتمد على المعالج فقط. بعدين مع تطور تكنولوجيا التصنيع اصبح كارت الشاشه اسرع واقوى في معالجه الرسوميات من المعالج نفسه، بفضل تكنولوجيا اسمها كودا. التكنولوجيا دي موجوده في كروت الشاشه الحديثه من انفيديا. نسيت اقول لك، كروت الشاشه بيتم تصنيعها من شركتين فقط، شركه نيفيديا وشركه AMD. برضو برشح لك نيفيديا اكتر من AMD علشان تكنولوجيا الكودا
الموجوده في انفيديا اللي بتدي لك اداء اعلى واسرع لما تيجي ترندر بكارت الشاشه. AMD بتيجي في اصدار اسمه راديون RX في كروت الشاشه، لكن في انفيديا هتسمع RTX وGTX مكتوبه قبل موديل كارت الشاشه. RTX تكنولوجيا حديثه اختصارا لري تريسنج او تتبع مسار الاشعه، ودي كويسه جدا في الالعاب علشان تدي لك منظر واقعي وجرافيكس احلى بكتير، عن طريق انها بتتبع مسار الاشعه في اللعبه وتعطي لك انعكاس وانكسار واقعي للضوء. الخاصيه دي موجوده برضو في كروت AMD RX، لكنها لسه مش شغاله كويس زي كروت نيفيديا. كمان كروت RTX بتدعم خاصيه الذكاء الاصطناعي DLSS المطوره من شركه نيفيديا، وهي اختصار لديب ليرنينج سوبر سامبلينج، ودي خاصيه قويه جدا الصراحه، بتعطيك سلاسه اكتر في الالعاب وفريمات عاليه مع اعدادات جرافيكس مرتفعه. علشان كده انصحك بكروت RTX اذا كنت مهتم اكتر بالالعاب، وخصوصا الالعاب التقيله اللي محتاجه تفاصيل وجرافيكس. علشان كده كروت انفيديا RTX اغلى شويه من كروت GTX. بس هل كروت GTX اضعف في الاداء من RTX؟ تعال نشوف. كروت الشاشه من انفيديا بتميزهم 3 حاجات مهمه، وركز كويس جدا علشان الموضوع ده فيه شويه لخبطيشن. اولا موديل كارت الشاشه زي RTX 3060، GTX 1050، RTX 4050. كل ما كان رقم الموديل اعلى كل ما كان كارت الشاشه احدث. ركز، احدث تكنولوجيا وليس اقوى في الاداء. وخلي بالك علشان كتير من صناع المحتوى بيتلخبطوا في الجزئيه دي، وبيقول لك انه مثلا كارت زي RTX 3050 اللي صدر سنه 2022 احدث واقوى من كارت GTX 1080 Ti اللي صدر سنه 2017. للاسف هذا الكلام غير صحيح. لو بصيت على اداء كارت ال 1080 Ti هتلاحظ ان كارت دبابه بيديك اداء غبي هنا يعني قوي، مقارنة بكروت شاشة حديثة جدا وغالية زي كارت RTX 3060، وهتلاقيه بيقارب كارت RTX 4060 في الأداء وسرعة الرندر. أي نعم هو كارت GTX يعني بدون تكنولوجيا تتبع الأشعة اللي هي ري تريسنج ولا التكنولوجيا التانية اللي هي DLSS، لكنه بيعطي لك أداء جبار، وده بسبب النقطة رقم 2 في كارت الشاشة، وهي مقدار الطاقة اللي بيسحبها الكارت. فاكر في المعالجات لما قلت لك إن المعالجات القوية بتسحب طاقة أعلى؟ نفس النظام في كروت الشاشة، فالكارت اللي بيسحب طاقة أعلى بيديلك أداء أكبر. فلو بصيت على خانة الطاقة TDP هتلاحظ إنه الكارت القديم بيسحب 220 واط، أما الكارت الحديث بيسحب 120 واط. فرق ال 100 واط هيديلك فرق كبير في الأداء، وقلت لك النقطة دي بالذات علشان ممكن تلاقي 2 لابتوب زي بعض في كل المكونات لكن في فرق في السعر والاداء. مثلا لابتوب بكارت RTX 3060 والتاني لابتوب بكارت RTX 3060 برضه، لكن في كارت فيهم اعلى من التاني في الاداء. ايه ده؟ كارتين زي بعض يا بروف مختلفين عن بعض في الاداء؟ نعم يا صديقي، والسبب هو الطاقه المسحوبه من الكارت او TDP. وبالتالي قبل ما تشتري اي لابتوب ومحتاج انه يكون كارت الشاشه قوي ويطلع معاك اداء عالي، فتاكد انه بيسحب TDP عالي علشان يديلك اداء اعلى. والنقطه رقم 3 في كروت الشاشه هي الفي رام. من الاخر حوار الفي رام بيتلخص في كلمتين. الفي رام هي الرامات المدمجه جوه كارت الشاشه، وبيعتمد عليها كارت الشاشه جدا في المعالجه اكتر بكتير من الرامات الاساسيه للكمبيوتر. وكل ما تزيد الفي رام لكارت الشاشه كل ما يكون افضل. وبرضه الكلام ده مش دايما. لو بصينا على المقارنه ما بين كارت الشاشه RTX 3060 وكارت RTX 3060 Ti هنلاحظ ان ال 3060 اعلى في الفي رام من ال 3060 Ti بفرق 4 جيجا، ده 12 وده 8 جيجا. لكن برغم كده الا انه ال 3060 اقل في الاداء من ال 3060 Ti علشان ال 3060 بيسحب TDP او طاقه اقل من ال 3060 Ti، وكمان بيحتوي على عدد انويه من الكوده اقل بكتير من التاني. ولمعلوماتك الTi اللي بتسمعها في اخر اسم كارت الشاشه ده معناها انه كارت الشاشه ده اوفر كلوكد او معمول له كسر سرعه. فدايما النسخه TI من الكارت بتبقى اقوى من النسخه العاديه، زي مثلا ال 3060 Ti اقوى من ال 3060 بس. وعلشان بس الكاريزما وانت رايح تشتري كارت شاشه خلي بالك اسمها 4050 و 3060 مش 4050 و 3060. عايزك ترفع راسي في كل مكان يا بروف، ما تكسفنيش ارجوك. انا عارف ان الامور تدخلت واختلطت عليك، علشان كده هدي لك الزيتون. هتروح على موقع technical.city وتختار كروت الشاشه او الجرافيكال كارد وتكتب اسم كارت الشاشه وتقارنه باي كارت شاشه تاني انت محتار ما بينهم او عايز تعرف عنهم. هيطلع لك فرق الاداء ما بينهم في الاول، وتحت هتلاقي تفاصيل كتير
ركز لي على عدد انوية الكودة لو انت مهتم بالرندر، وكمان الطاقة المسحوبة بالوات او التي دي بي، ولما تنزل تحت هتلاقي الفي رام، ولو نزلت كمان هتلاقي الفرق في اداء الكارتين في الالعاب على جميع الجودات. تعال بقى نوزع كروت الشاشة على الاستخدام زي ما وزعنا المعالجات. في استخدام الجيمنج والالعاب انت محتاج اداء عالي وعايز تستمتع بتجربة اداء لذيذة، يبقى هتحتاج في رام عالي، ويبقى تركيزك على كروت الشاشة الار تي اكس علشان فيها تكنولوجيا حديثة معمولة خصيصا علشان الالعاب الحديثة. في استخدام الريندر ممكن تستخدم ار تي اكس وممكن تستخدم جي تي اكس، بس راعي اي كارت هتجيبه يكون له عدد كبير من انوية الكودة علشان تستمتع بسرعة ريندر اقوى. اما في حالة الاستخدام المكتبي ومعالج زي جي اللي قلت لك انه فيه كارت شاشة مدمج، هيكون كفاية جدا للاستخدام العادي وتشغيل الالعاب الخفيفة، وملوش لازمة يكون فيه كارت شاشة خارجي اصلا زي الار تي اكس ولا الجي تي اكس. انت مش محتاجهم في الشغل المكتبي وهتكون مصاريف على الفاضي اصلا. ملحوظة بسيطة بس قبل ما ننهي موضوع كارت الشاشة، لو لقيت لابتوب جيمنج ده مش معناه ان هو الالعاب وبس، ده ينفع لكل حاجة، لانه اللابتوب الجيمنج دايما بيجي مواصفات قوية تناسب الالعاب وكمان الشغل التقيل، فما تحطش في بالك بس انه جيمنج يعني الالعاب وبس. وبما انه المعالج وكارت الشاشة في حالة الالعاب والريندر بيستهلكوا طاقة كبيرة جدا، فلازم يفضل اللابتوب متوصل بالشاحن طول الوقت، لانك لو شغلته على البطارية لوحدها فمش هتقدر انها تديهم الطاقة اللي هم محتاجينها، وبالتالي هتاخد اداء اقل. اما في حالة الاستخدام المكتبي فالبطارية هتقعد معاك وقت كتير جدا بدون ما تضطر تشحنها تاني. ومعلش برضو اضافة صغيرة في كروت الشاشة علشان ما يتنصبش عليك وانت بتشتري كارت شاشة. شوف يا صديقي، الفي رام اللي مكتوبة في مواصفات كارت الشاشة اللي هتشتريه هي الرقم الاساسي، يعني لو مكتوب ان الفي رام 8 جيجا مثلا، هتسمع البائع بيقول لك انه كارت الشاشة الفلاني اب تو 20 جيجا مثلا، وهتسمع ارقام خيالية اعلى من كده كمان. مفيش حاجة يا صديقي اسمها اب تو، الكلام ده كلام تجاري مالوش اي فايدة، هو الرقم اللي جنب الفي رام وخلصانة. اتفقنا يا صديقي؟ ان شاء الله نكون اتفقنا. لو وصلت معانا هنا في النقطة دي من الفيديو وعجبك الشرح والمحتوى، ممكن تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان يوصل لغيرك، وكمان تدعم المحتوى. ثالث مكون في اللابتوب الرامات، تسمى رام او راندوم اكسس ميموري. في الالعاب والبرامج الحديثة بنحتاج لرامات سريعة وكبيرة، وعلى الاقل هتحتاج ل 16 جيجا رامات في اللابتوب، واقل من كده ما تشتريش لاستخدام الالعاب والريندر. ثواني، انت قلت لي يا بروف رامات سريعة وكبيرة، وفي فرق؟ شوف، سرعة الرامات غير حجم أو سعة الرامات. مثلا 16 جيجا رام أو 32 جيجا رام دي معناها سعة الرام، أما سرعة الرامات فهي معدل سرعة نقل البيانات اللي بتدعمه الرامات. يعني إيه يا بروف برضه؟ شوف يا صديقي، لو فتحت مثلا لعبة على اللابتوب، فاللعبة دي لازم تنتقل من وحدة التخزين اللي أنت حاطط عليها اللعبة زي الهارد أو الاس اس دي اللي لسه هكلمك عنه، تنتقل بياناتها للمعالج علشان اللعبة تفتح. بس المعالج سريع جدا جدا مقارنة بسرعة الهارد ديسك أو الاس اس دي، وبالتالي لابد من وجود وسيط بين المعالج السريع جدا وبين الهارد ديسك البطيء جدا. فهنا عملوا الرامات اللي سرعتها كبيرة جدا وبتتخزن عليها اللعبة او البرنامج وقت ما تفتحه، علشان بعدين الرامات تتواصل مع المعالج بسرعة عالية دون الحاجة للهارد ديسك. فكل ما تكون الرامات سريعة كل ما يكون اسرع في فتح وتشغيل الالعاب والبرامج. مش لازم نخوض هنا في تفاصيل اكتر عن سرعة الرامات، بس هاتها بجيل اعلى علشان تضمن سرعة كبيرة. هتلاقي الرامات مكتوب جنبها رقم الجيل، زي مثلا رامات DDR4 و DDR5. طبعا 5 احدث واسرع من 4 بس اغلى منها في نفس الوقت، وهكذا. فلما تكون رايح للالعاب اكتر والبرامج التقيله، حاول تستهدف رامات بسعه اكبر زي 32 جيجا و64 جيجا، وبرضه تكون بتكنولوجيا وجيل اعلى زي DDR4 او DDR5، وكله في الاخر حسب ميزانيتك يا صديقي. اما الاستخدام العادي او المكتبي فكفايه قوي 8 جيجا او 16 جيجا رامات ومش هتواجهك اي مشاكل. ملاحظه صغيره لابد اقولها لك في حاله الرامات، رامات DDR4 ما بتركبش مكان ولا 3 ولا 5، محدش بيركب مكان التاني، علشان لو اشتريت لابتوب وحبيت تغير الرامات اللي فيه لجيل اعلى مش لسعة اكبر، لا لجيل اعلى، فمش هينفع للاسف ولازم تغير اللابتوب. تاني حاجة، شوف معالج اللابتوب اللي هتشتريه بيدعم لغاية كام جيجا رامات، علشان احيانا بتبقى عايز رامات 64 جيجا والمعالج اخره بيدعم 32 جيجا، فخد بالك من النقطة دي وابحث عن المعالج قبل ما تختار الرامات. ندخل على المكون رقم 4 وهو وحدة التخزين. في منها نوعين، هارد ديسك او HDD وسوليد ستيت درايف او SSD. ال HDD بطيء جدا مقارنة بال SSD، وخلي بالك لو عندك جهاز كمبيوتر بمكونات قوية جدا لكنه بطيء في الاستخدام، فالسبب الشائع انك بتستخدم هارد ديسك مش SSD. شوف سرعات وحدات التخزين باختصار، ال HDD
سرعته بتوصل ل 150 ميجا بايت في الثانيه. الاس اس دي منه نوعين، ساتا اس اس دي بتوصل سرعته ل 500 ميجا بايت في الثانيه، ان في ام اي بتوصل سرعته ل 6600 ميجا بايت في الثانيه. فرق شاسع في السرعه بين الاتش دي دي والان في ام اي. طبعا كل ما بتزيد السرعه بيكون افضل، لكن السعر بيكون اعلى بكتير، فخليك في المتوسط وهات ساتا اس اس دي لو ميزانيتك ما تسمحش بالان في ام اي، بس رجاء ابعد عن الاتش دي دي، وما تقلش في المساحه عن 512 جيجا علشان تعرف تخزن عليه العاب وبرامج وفيديو بدون ما تشتكي من المساحه. ولو بتلعب العاب كتير وتقيله فلازم على الاقل تجيب مساحه تخزين 1 تيرا اللي هي بتساوي 1000 جيجا، علشان انت عارف العاب اليومين دول احجامها غبيه جدا. واخر جزء هنتكلم عنه في اللابتوب هو الشاشه. باختصار شديد، لو انت هتستخدم الشاشه للالعاب فيفضل انها تكون بتدعم ريفريش ريت او فريم ريت عالي، زي مثلا 144 اف بي اس، علشان تعطي لك نعومه وسلاسه اكتر في الالعاب، وخصوصا العاب الشوتر لما تيجي تلعب اونلاين. اما لو بتستخدم اللابتوب في الجرافيكس والمونتاج فانت محتاج الوان دقيقه اكتر في الشاشه، فاقل دقه وما تقلش عنها في اختيار الشاشه انها تكون بدقه الوان 100% اس ار جي بي. وبعدين كل ما تكون اعلى في الادوبي ار جي بي كل ما تكون ادق وافضل. لو مش فاهم الكلام ده كويس ممكن تدور على حاجه اسمها الكالر جيمت، هتفهم اكتر عن دقه الالوان. سبتها لك بس عشان تعتمد على نفسك في معلومه اضافيه. في بقى مجموعه من المميزات الاضافيه في كل لابتوب، زي هل في كاميرا ويب كام ولا لا، الكيبورد بتاعته كامله ولا مش كامله، يعني هل موجود فيها جزء الزراير بتاع الاله الحاسبه ولا لا، عدد مخارج اليو اس بي، وبيدعم تايب سي ولا لا، وبيدعم اتش دي ام اي لتوصيل شاشه خارجيه او بروجيكتور، وطبعا مواد التصنيع جسم اللابتوب، هل هي معدن الومنيوم ولا بلاستيك في الومنيوم. كل المميزات دي بتزيد وبتبقى احسن كل ما زاد سعر اللابتوب. ولغايه هنا يا بروف اتمنى اكون شرحت لك مكونات اللابتوب باختصار وفي نفس الوقت بالتفصيل الغير ممل. لايك شير سبسكرايب، اي سؤال عندك في الكومنتس. اشوفك الحلقه الجايه، تصبح على خير.